لو اخر الليل وما عندكيش عيش ومحتاجة عيش ضروري جدا، في ثانية في الخلاط هتقومي تجهزيه، مش هياخد منك ثواني. بكوبايتين من المية عليهم كوبايتين من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر، حوالي معلقتين من الزيت. هتضربي المكونات سوا مع بعض في الخلاط او في الكب بالمنظر ده كده. لا تعجني ولا تفردي ولا تبهدلي الدنيا بالدقيق ولا اي حاجة من الكلام ده نهائي. هو بس يا دوبك هتحطي المكونات في الخلاط ويكون تطلع النتيجة بالقوام ده كده، يبقى قوامه سايل، لا هنعجن ولا هنفرد ولا هنبهدل الدنيا نهائي. هنجيب بقى مصفى ونصفي المكونات اللي احنا عملناها. بس مهم جدا تسيبيها تخمر حوالي مثلا 10 دقايق ربع ساعة، مش اكتر من كده، وبعد كده ابتدي استخدميها. صفيتها بالمنظر ده عشان لو فيها اي تكتلات او اي حاجة هيبقى قوامه بالمنظر ده كده. بعد 10 دقايق بقى حطيت طاسة على النار ودهنتها بدهنة كده من الزيت، مش عايزين يبقى فيها زيت كتير، فحطيته في المنديل، رشة في المنديل ومسحت المنديل، مسحت الطاسة بالمنديل بالزيت كده. اول ما الطاسة سخنت معايا ابتديت درجة الحرارة هتكون متوسطة، يعني النار لا عالية ولا هادية قوي، لا وسط. هننزل بقى بالحجم اللي احنا عايزينه. اول ما تغير لونها كده تروحي قلبها على الوش التاني، تقلبيها مرتين كده. بعد كده هتغطيها، هتبتدي بقى تنتفخ معاكي. بصي رهيبة. نعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، هيطلع معاكي في منتهى الجمال بالمنظر ده كده. تقدري بقى تعملي سندوتشات جبنة، سندوتشات بطاطس، اي حاجة انتي حباها، وتقدري كمان تاكلي بيه نوتيلا زي ما انتي حابة. تقدري تعمليه بالمربى، لاني لا مكترين السكر ولا مكترين الملح، طعمه معتدل، ينفع للحاجات المسكرة زي العيش تمام، وينفع للحاجات الحادقة. يعمل ازاي؟ الرغيف الاخراني اللي انا طلعته ده كنت بقولك ان هو عرقان عشان كان اخر رغيف في الارضية تحت، فعرق جامد، بياخدي بالك من الحتة دي. عملت بقى جبنة كده، تقدري تعملي طبعا اي سندوتش انت حباه بالمنظر ده كده. رهيب، في ثانية لو مزنوقة في عيش مش هياخد منك ثواني. رهيب، مش قادرة اوصفلك قد ايه كمان طعم في منتهى الجمال. الاولاد هيحبوه جدا في السندوتشات. تقدري تعملها لهم كمان ايام المدارس بدل الفينو. لا بجد روعة، وطعمه يجنن من غير بقى فرد وعجن والكلام ده نهائي. شايفة عامل ازاي؟ رهيب، ويتاكل حاف كده. اصلا كان طعمه يجنن، الاولاد بقوا ياكلوه حاف كده كمان.